ترى انتظر حتى اسمع الكود ارجع لكم. كما ترى عزيزي المشاهد متابع الكود 319. نرجع نسمع الكود معا. السلام عليكم أعزائي المشاهدون والمتابعون، حفظكم الله أينما كنتم ورعاكم برعايته أدام عليكم صحته. شرحنا اليوم الجديد للعمل رقم أمريكي من هذا البرنامج. نحن الآن متصلين بهذا الفي بي إن، هذا الشرح لكم فيه راح يكون فيه في بي إن. متصلين بهذا الفي بي إن لأن نتوجه مباشرة إلى البرنامج. راح أوريكم الفي بي إن الذي متصلين. هذا هو الفي بي إن والبرنامج الذي يمكن شفته في الشروحات، لكن اليوم راح أشرح عنه شرح مفصل مدقق بإذن الله. وبرنامج هذا تدخل تمسح بيانات التطبيق، بعدها ترجع عزيزي المشاهد المتابع، تدخل على البرنامج، تدق عليه، يفتح معك، تنتظر حتى يفتح معك الواجهة الرئيسية، تنتظر حتى يسجل معك. هنا البرنامج تأخر في واجهته، راح ننتظر. كما ترون ظهر معنا بدون أي مشاكل. بعدما يظهر معك عزيزي المشاهد المتابع بهذه الواجهة، تضغط هنا على هذه الكلمة. راح مثلا أقول لك أمريكا، تختار مثلا أمريكا، ثم تذهب إلى أي موقع. راح أذهب إلى قناة هذه قناتنا في التليجرام. أنا أذهب إلى الموقع الذي نشرت فيها، هذا هو. نضغط عليه ضغطة واحدة أو ننسخ الموقع، ثم نذهب إلى المتصفح، نلصق المتصفح هنا. كما ترون ظهر معنا بدون أي مشاكل. هذا هو الموقع. خلينا نختار أمريكا أول خيار. تنتظر حتى تفتح معك الأرقام، تضغط مثلا إلى أي رقم من هذه الأرقام. تنتظر حتى ينسخ معك الرقم، تظهر لك خيار النسخ. راح انتظر. هذا هو الرقم. أظن انتسخ. نذهب الآن إلى البرنامج، نلصقه في الخيار الأول، ثم ندق على هذه الكلمة اللي هنا ظهرت، ثم ندق يس. ننتظر تفتح معانا، أمسح بياناته ثم أدخل من جديد. إذا أعطانا هذه الملاحظة غيرت الفي بي. الآن ندوس على هذه الخيار، نشوف إيش يعطينا. كما ترون طلب أن أكون غيرت الفي بي من نيويورك إلى الخيار الثاني. راح أحكي لكم في الشرح. نقول الآن ندق على هذا الخيار هنا، وتنتظر حتى يتحدث معك. هذا هو رمز عزيزي المشاهد المتابع. كما ترى اسم البرنامج والرمز 2530 2530، ثم تأشر على هذا الصح وتنتظر حتى يدخل معك البرنامج. تشوف الرقم الذي أعطاك. هذا هو الرقم ظهر معنا في الأعلى بدون أي مشاكل. كما تروا هذه هنا الخانة، وهنا هنا خانة الأكواد التي وصلت الرقم. الآن نختار هنا، دق على هذه. إذا لم يظهر معك الرقم دق على هذا الشرطة، ثم دق الأوسطة هذه، ثم تحول الرقم مثلا إلى التليجرام، مثلا إلى القناة تبعي. راح أشوف القناة، ثم دق على علامة الإرسال، تنتظر. وهكذا بتكون قد أخذت الرقم إذا لم يظهر معك. أنا نقول الرقم في الواتساب، راح نقول الرقم، نعطيه 1-817-3-6-4-5-1-5. ننسخ الرقم، ندق التالي، ندق موافق. الآن معنا، الآن ندور هنا، شوف الرمز هل يأتي أم لا. راح ننتظر حتى يتحدث معنا. هذه الآن نشوف مثل ما في الأعلى رسالة من البرنامج. أظن هذه الأكواد منذ هذا في وصلت. كما ترى الأكواد أمامك ظاهرة. عزيزي المشاهد المتابع، تابع مع الشرح حتى النهاية.
نسمع الكود معا. إيش يقول؟ بدأ من 3 أسابيع منذ سنة مضت، منذ سنة مضت، مدري إيش. ننتظر حتى يخلص معانا ثم ندق الخير اتصل بي. بعد ما انتهى معنا الأد ننتظر وندق الخير اتصل بي. ننتظر حتى يخلص الوقت ثم ندق الخير اتصل بي. كما ترون اتصل بنا. نرجع هنا، نضغط على هذا الخيار، نحاول نحدد حتى يوصل الكود. راح ننتظر حتى يوصل الكود. هذا هو الكود تبعي، وصل للواتساب كما ترى أمامك. هذا هو الكود منذ لحظات وصل. ترى عزيزي المشاهد المتابع، كما ترى عزيزي المشاهد المتابع الكود وصل منذ لحظات. يقول لك تحقيقك هو أنت تسمع الكود. راح ننتظر حتى أسمع الكود وأرجع لكم. كما ترى عزيزي المشاهد المتابع الكود 319. نرجع نسمع الكود معا. راح أسمع الكود الباقي وأرجع لكم. نقلنا الكود عزيزي المشاهد المتابع بدون أي مشاكل. ننسخ الكود هنا. كما ترى الرقم شغال، أهم شيء للمصادقة فقط. ننقل الرقم هنا، في نسخة معدلة. أشوف الرقم. عزيزي المشاهد المتابع الكود انتسخ معنا، لكن الرقم طلع لنا مش شغال، يمكن محظور أو شيء، لكن الرقم شغال عزيزي المشاهد المتابع. وأمامك وصلنا الكود بدون أي مشاكل، وهذا هو الكود. سمعنا معكم عزيزي المشاهد المتابع، وسمعت أنت. وهو يقول معنا الكود وصل منذ لحظات، والبرنامج شغال، والرقم ظهر معنا في الأعلى كان. راح نرجع من جديد. هذا هو الرقم في الأعلى الذي نسخناه كما ترون للمصادقة عزيزي المشاهد المتابع. هذا هو الكود وصل معنا بدون أي مشاكل، وهذا هو الرقم. وكما ترى يقول لك انتظر ساعة، إن الرقم شغال بس في وقع خلل إني تخاص الكود. لكن وصلت لكم الفكرة عزيزي المشاهد المتابع. أتمنى منك الاشتراك في القناة وفعل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد. ولقاء نلتقي بخير إن شاء الله في شرح جديد وقادم.